اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اسلام مندو. انا النهارده جاي اقدم لك تجميعه رخيصه جدا جدا جدا. التجميعه دي هتبقى مستعمله، القطع بتاعتها هتبقى كلها تحت في الوصف او في الديسكريبشن. يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب. ويلا اقول لك بقى نقاط الضعف ونقاط القوه. على فكره التجميعه اللي ورا ديت هي التجميعه اللي هكلمك عليها في الفيديو دوت. انت لازم تتابع معايا لحد الاخر وتشوف الفيديو، لان التجميعه دي كمان هتشغل العاب والبرامج انت ما تتخيلهاش. الالعاب والبرامج اللي هي هتشغلها انت مش هتتخيلها اصلا. يلا بينا بقى نشوف الفيديو دوت ونشوف قطع التجميعه دي. يلا بينا. اولا كده هنبدا بالمذر بورد. هيبقى مذر بورد H61 جيل تالت. المذر بورد ديت محترمه، في اللي كانت زمان حاجة قوية جدا، بس هي دلوقتي حاليا كويسة، بتعيش معمرة قوي يعني، عشان بقالها كتير قوي معايا وبتستحمل يعني ضغط الشغل. تاني قطعة معانا وهي البروسيسور انا افضل انك تشتري كور i5 3470. البروسيسور ده جيل تالت وهيتركب معانا على المذر بورد بتاعتنا. وهنشتري رامات مثلا 4 جيجا بايت دي دي رام 3. نيجي بقى هنا للهارد. الهارد بتاعنا هنشتري اتش دي دي 500 جيجا بايت. بالنسبه للكيسه بتاعتنا احنا ممكن نشتري اي كيسه بالباور سبلاي 300 واط 350 واط، مش تفرق معانا الكيسه. اي كيسه تلاقيها قدامك في السوق وانت نزل تشتري اشتريها، مش هتفرق يا جماعه والله الشكل الخارجي. دي مجرد حديده بس انت هتجمع فيها التجميعه. هيبقى فيها ايه بعد كده في المستقبل؟ لو حطيت لها مروحتين هتديك التبريد المناسب. يعني هي كلها بس فكره في التبريد، حطيت لها مروحتين خلاص يعني. بالنسبه بقى كارت الشاشه ده اهم قطعه. هنتكلم عن كارتين شاشه عشان لو ما لقيتش واحد في السوق تلاقي التاني. بالنسبه لكارت الشاشه ممكن تشتري جي تي اكس 750 تي اي، ممكن تشتري جي تي 1030. انا اقترحت عليك الاتنين دولت. ليه؟ لانهم قريبين من السعر وقريبين من الاداء. تمام. لكن ايه الفرق؟ ايه الاحسن يا اسلام؟ الاحسن الجي تي 1030. ليه؟ الفرق حاجات بسيطه بس هي دي الاحسن، بس هما الاتنين قريبين من السعر. ممكن ال 1030 تبقى اغلى حاجات بسيطه. بس كده انا بقى هسيب لك القطع واسامي القطع تحت في الديسكريبشن. على فكره لو الدنيا زنقت معاك نزلت السوق بتاع الكمبيوتر بتاعك وما لقيتش القطع ديت، ممكن تشوفها على الفيسبوك ماركت. تمام. بس انا انصح انك تنزل تشتريها من محل، عشان لو فيها اي حاجه تقدر ترجعها له تاني. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب. وعلى فكره التجميعه دي معايا بس انا معدل فيها شويه حاجات بسيطه. ماذر بورد عندي H61 على فكره، والبروسيسور الكور i5 3470، بس مغير شويه حاجات تانية في الجهاز. على فكره بتشغل معايا العاب قويه جدا زي بابجي، بشتغل على ادوبي بريمير وادوبي افتر افكت، يعني مش راحمها برضو. المهم يعني انك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ودلوقتي احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.
السلامه.